السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وفي قناتكم وصفات ماريا الجزائرية. كي راكم دايرين البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية. جبت لكم اليوم وصفة الطمينة اللي معتمدتها انا عندي في الطلبيات، ويعني كل من يعني تجي في خاطري الطمينة ندير هاد الوصفة. يعني ما نبدلهاش، هي كل واحدة فينا وكيفاش طلع الطمينة تاعها والمقادير اللي تستعملهم. انا جبت لكم اليوم الوصفة المخيرة والمقادير المخيرين، يعني يجوا بزاف شابين اللي ياكلها عندك ما يعرفش راكي دايره فيها كامل. هنا اديت شوفوا السميد هذا المتوسط. هنا شوفوا هذا العبر ناقص صبع، اما لي نتوما دو 3 عبار كاملين ناقصين صبع. كل عبر ناقص صبع. 3 عبار انا ديت العبر تاع غرفيه نتاع الحريره، هو اللي درتها العبر تاعي. على هذه نتوما ديروا اي عبر تبغوه، يعني اي الحجم تبغوه باش تقطع لكم كميه. هنا ندير 3 عبار نتاع السميد نديرهم في كسكاس. هنا الكسكاس درت عليه طورشون باش نفورها. فوالا قيس 10 دقائق. نشوف البخور يطلع لي من الكسكاس يعني نوخرها على النار، نوخرها من النار. ونجي هنايا بغيت كاس نتاع مكسرات. هنا الكاوكاو ما كاش باقي لي بزاف، كان باقي لي شويه جوز وشويه بندق. الوغ طحنتهم مع 2 ملاعق كبار تاع الججلان. نتوما ما عندكمش الجوز والبندق عادي البنات، غير بالكاوكاو تجي شابه وتجي احسن. طحنوا الكاوكاو مع الجلجلان وتحصلوا قيس كاس. هذه هي البنات. هنا شوفوا العبر ناقص صبع نتاع المارغرين دايبه. هنا عندي نصف العبر نتاع العسل، ونصف عبر طوفيا. وعندي هنايا نصف الكاس نتاع حلوة الترك، نصف كاس نتاع لحظة، يعني لحظة يعني لخرتها في المقلاة، حمصتها على المقلاة. شوفوا، وعبرت نصف الكاس. والكاس هنا نتاع المكسرات. نفوتوا للصوالح يعني اللي نجو نديكورو بهم. هنا نوريكم برك بلي استعملت هاد المارغاني فريير فلوريال. هذه الماركه مدت لي بنه على بنه في الطمينه، جات بزاف شابه وجات طريه، يعني طاتها كو وطراوه، يعني ميور هاد المارغرين. ديت هادو لي بواط في اللون الازرق. فوالا. وهنايا عندنا صوالح التزيين اللي هما الدراجي، القرفة بطبيعة الحال، وهادو الانواع تاع لي دغاجي وحلوة الترك، يعني باش نزينو بها. هنا صوالح التزيين تبقى عندكم البنات انتوما واش طارتكم. شوفوا هنا لي نونوخس ديت هادو في البلو، صنعتهم في البلو. فوالا. هنا تبقى عندكم يا غوز يا بلو، يعني يا ولد يا بنت. فوالا. هذه هي البنات. شوفوا هنا بعد ما فاتت 10 دقائق، شوفوا الفوار اللي يطلع. هنا تتأكدي بلي كامل السميد فار. هنا نوخر السميد يعني نحطه في ليان، ونبدا نفتح كامل هادوك لي بول باسكو يدير لي بول. فوالا. من نبقاو نفورو فيه نتحصلوا على كويرات، بصح ما تخافوهمش البنات، برخف ينفتحوا معاكم. هنا نحطهم على مقله تكون شويه ثقيله وعلى نار متوسطه، ونبقى نحمص غير بشويه في السميد. يعني هاد العمليه تدي معاكم ربع ساعه. حمصوا يعني او ميم طون، ما توخروش عليه، ما تروحوش وتخلوه وحده يتحمص. اشاك فوا يعني تحلوا هادوك الكويرات الصغار، وفي نفس الوقت نبقى نحرك. هذه هي البنات. نبقى هنا نحرك يعني حتى نتحصل. شوفوا هاد الخطوط تحس بي يعني نحرق، بصح هو ما نحركش. هنا وين نطفو، لازم نطفو. هنا نتحصلوا على اللون الذهبي، لازم السميد تاعنا يدي اللون الذهبي باش من نجو نحطوه يعني مع الخليط نتاع الإدام كامل مع الحسل يمد له لون كذلك. تجي الطمينة تاعنا في اللون الدوري، تجي بزاف شابة. هنا نروحوا لليدام. هنا هاد يعني نحطوا كامل هاد السوائل. نحط المارغرين والعسل والطوفيا. هاد المارغرين والعسل عاود دفيتهم البنات للامانه، بويسك شويه برد، يعني مع البردو كامل شويه يعني يبردوا شويه يتجمدوا. هنا قيس ما دفاو برك، يعني داو شويه حراره باش يعاودوا يذوبوا فقط، يعني ما خليتهمش حتى غلاو. ما با 2 دقائق اقلعتهم من النار. هنا كملت حطيت الطوفيه
هنا كون تخلّوا العسل والمارغرين هُما اللي يبسوا لكم الطمينة تاعكم، تجي الحبة تاع السميد كي شغل تتنقله في المارغرين، ما تخلّوش كلشي يطبخ، هنا السر هذا يعني لازم تطبقوه البنات باش تجيكم السميد شارب و en même temps طري وما يديش هاديك المرورية، ما يوليش السميد معانا مُر. هنا حطيت كيما راكم تشوفوا كلشي، حطيت اللحظة، حطيت الكاوكاو، وحطيت حلوى الترك. فهمتوني البنات؟ وحطيت ليدام، حطيت الطوفية، العسل، وهنا نجي نضرب بالبغا تري تري بيان، نضرب قيس 10 دقايق تولي يعني الخليط تاعنا متجانس فوالا هربت لي الهضرة. الوغ حتى نتحصلو كي شغل مايونيز، يجي الخليط يتكاتف فوالا ولا مكثف مش عارفة. المهم هنا نحطو ال السميد تاعنا على تلت دفعات. فهمتوا لي البنات؟ هنا نحطو السميد تاعنا على 3 مرات ça dépend ما نكملوش هادوك 3 عبار ça dépend يبقى لنا منها غير شوية لاخاطش كل نوعية تاع السميد وكيفاش ça dépend يشرب ça dépend ما يشربش. أنا هذا السميد للأمانة شريت غير تاع الميزان البنات وسميد شباب يعني شباب بزاف جاي صفر ذهبي الله يبارك يعني مام الطمينة تاعو جات شابة بزاف فوالا ما يشربش ستادير ما يشربش. ألوغ حطيت كامل هادوك 3 عبار. هنا بعد اللي خليته يرتاح 10 دقايق لازم البنات تخلوها ترتاح، لازم هاد العملية تخلوها ترتاح قيس 10 دقايق. هنا من نجو توخروا يعني بعد ما ترتاح هنا au moins نحركها شوية ومن بعد نحطها في لي بواط باش كذلك نضمن يعني هادوك الليدام ما يطلعوليش فوق الطمينة. هنا كانت عندي انايا ملعقة بيان بومبي يعني كبيرة، حطيت ملعقة فوالا ملعقة معمرة ونزيد النصف نتاع الملعقة. فهمتوني البنات؟ نتوما استعملوا ملعقة ونصف في لابواط تجي هذيك هي ماشي معمرة كامل يعني تفوت النص. هاد الطمينة هادي يعني تجي شابة بزاف البنات وتجي يعني اللي ياكلها عندك ما يعرفش اش راه ياكل من المكونات تاوعها ومن هاد الاسرار اللي لازم نطبقوهم يعني هاد المراحل يلفون نديروهم باش نتحصلوا على طمينة شابة. وهاد الطمينة تبقى اسبوع يعني معاك كيما راهي ما تتغيرش ليدام تاوعها ما يطلعوش وتبقى طريه يعني هداك وين تزيد يعني تبنان اكثر واكثر. هنا شوفوا التزيين البنات كل وحده وكيما قلت لكم كل وحده واش طارتها وكل وحده ومقدورها. سينو انا عطيتكم هاد لا باز تاع الطمينه تقدوا يعني كي بغيتو ديروا التزيين هنا تبقى عندكم نتوما. انا درت لكم التزيين بالشي الموجود عندي في الدار. كان عندي يعني باقي لي دغاجي القرفة وكيما راكم تشوفوا صوالح يعني عاديين. أنا هنايا عفوا الطمينة باش تجينا شابة طبقوا فيها هادو لي زاستيس اللي عطيتهم لكم. الحلاوة ما تخافوهاش ما تشوفوش حلوة الترك وتشوفوا الطوفية وتشوفوا العسل تقولوا سي بون غادي تجي يعني حلاوتها تقهم او كونترير. دينا من كل شيء نصف لانه كما نعرفوا القاعدة تقول عبر نتاع الليدام يقابلها عبر نتاع العسل. فهمتوني؟ ومعاها كذلك نكاس نتاع حلوة الترك. هي كاينة وصفة بهاد المقادير حنا دخلنا عليها الطوفية ولكن نقصنا النصف نتاع العسل. هذاك النصف شدرنا كملناه طوفية. هذاك العبر درنا نص عسل نص طوفية يعني المكونات مكون يكمل مكون تجي شابة بزاف بزاف وتجي لوغو تاعها يعني اش ما تاكلي منها ما تقهمك ما تتشبع يعني واحد الوصفة ما شاء الله. وكما تعرفوني نبغي نجيب لكم وصفات مميزين يعني الحاجة المميزة عندي اللي تنجح معايا أنا نخدمها من أول تجربة ما نكسرش راسي وما نبقاش نخسر في المكونات. حاجة تنجح معايا سي بون نروح نسجلها في الدفتر وتولي هذيك الوصفة معتمدة عندي يعني ما نبدلهاش.
هاد الطمينة عطيتكم أنا لا باز، تبغوا ديروها في لي سوتاس، تبغوا تزينوها بلي دغاجي وبالقرفة، ميم غير هاد الطمينة والقرفة سي بون بزاف خير وبركة. يعني إلا كانت عندنا مناسبات بطبيعة الحال الفو التزيين لازم يكون يعني حاضر معانا. هذه هي البنات، شوفوا هنايا بعد ما حطيتها في لي بواط نفتح معاكم كيما العادة باش تشوفوا من الداخل. شوفوا هنايا قدمت لكم للكاميرا باش تشوفوا بلي ما كاش هذيك الطبقة نتاع ليدام الفوق. شوفوا مام كي نقلع الحبة، مام كي نجي نقلع المغرف ما نصيبش ليدام كذلك لتحت، يعني لا لتحت لا الفوق ليدام، يعني كامل كلشي راه متجانس، السميد الطوفية العسل المارغرين كلشي راه متجانس. هي تبان لكم ناشفة ماهيش ناشفة، راهي طرية يعني ما تتمضغش تتصرط برك، فهمتوني صاري لها كي قلب اللوز تتصرط برك هي ما تتمضغش. هذه هي البنات، ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنجحوا فيها، واكيد تنجحوا فيها البنات الا طبقتوا كما قلت لكم خطوة بخطوة. وراني وريت لكم كل شيء يعني كامل الطرق يعني بوضوح، إن شاء الله تنجحوا فيها. المبتدئات العويطقات نتاوعنا، يلا زيروا رواحكم وفرحونا بشطارتكم وجربوا الوصفات. هاد القناة راهي ليكم، يعني للمبتدئات البنات لبناتنا العويطقات. إن شاء الله ربي يفرحكم ويفرحنا أجمعين ويكمل لنا ربي إن شاء الله ما رانا متمنين. وإن شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتحتمدوها عندكم، وخليتكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم.